صلوا على النبي يلا نبدأ الفيلم. بيبدأ الفيلم بالكرة الأرضية بشكلها الجديد بعد ما القطبين الشمالي والجنوبي يكون الجليد اللي في العالم ساح والمياه غرقت الأرض وما بقاش فيه أراضي طبيعية والعالم كله بقى عبارة عن محيط كبير، ومن قلة المياه العذبة في العالم الناس بقت تحط البول بتاعهم في جهاز تحلية وتشربها تاني، والعالم أصبح فيه مشاكل كتيرة جدا والحياة بقت غير آدمية، وبنشوف بحر وهو بيصطاد أي حاجة عشان يستفاد بيها، وكان عنده على المركب شجرة ليمون ويعتبر حاجة نادرة جدا لأن مفيش أراضي زراعية. وبعدها بيقابل مركب تانية فيها واحد وبيقول له إن هو عنده جزيرة اسمها أتوليس وإن الجزيرة فيها خير كتير وممكن يروح يعيش فيها لو يحب، بس ميرنر كان قلقان ومش مرتاح له لحد ما اكتشف إن الراجل ده سرق منه شجر الليمون ومشي. بس بعدها بنشوف قراصنة جم وهاجموهم هما الاتنين، بس ميرنر شغل المركب المتطور اللي هو صنعه بنفسه وبيبان قد ايه المركب سريعة وقدر يهرب من القراصنة بكل سهولة، وبيخبط الحرامي اللي سرقه وبيسيبه للقراصنة وبيموتوه. بعدها بيروح للمستعمرة عشان يدخل المنطقة التجارية ويبيع فيها حاجته، ولما بيعرفوا انه معاه حاجات يبيعها بيفتحوا له البيبان الضخمة بتاعة المستعمرة، ولما بيدخل بيبدأ يبيع المخلفات اللي معاه اللي كانت بتطلع له وهو بيصطاد، وبياخد في المقابل شجرة طماطم. بعدها بنشوف واحد بيطلب من شخص مية يشربها مقابل معلومة، والمعلومة دي انه شاف طفلة مرسوم على ظهرها وشم المكان أرض يابسة يعيشوا فيها، وبيروحوا متجر بتاع واحدة اسمها هيلين وفعلا بيلاقوا الطفلة اللي مرسوم على ظهرها الوشم بتاع الأرض واسمها إينولا، وساعتها هيلين بتحاول تخبي الوشم ده عشان محدش يشوفه. وبعدها ميرنر بيخلص بيع وشراء وبيمشي علشان يرجع للمركب بتاعته تاني، بس في مجموعة ناس بيوقفوه بيطلبوا منه يتجوز بنتهم عشان يكمل النسل، بس هو بيرفض وبيمشي. وساعتها بيمسكوه بيكتشفوا ان هو متحول وعنده خياشيم عند ودانه ورجله شبه السمك، وقدروا يسيطروا عليه بشبكة، وقبل ما يقتلوه كبير المستعمرة بيمنعهم وبيقول لهم انه لازم يتحاكم الاول وبيحبسوه في قفص. وبنشوف اينولا وهيلين وهما بيحاولوا يفسروا الوشم اللي على ظهرها مع راجل اسمه جريجور، وما كانوش عارفين يفسروه بس كانوا متأكدين انهم لو فسروه هيوصلوا للارض اليابسة. واينولا بتقترح عليهم انهم يسألوا البحار لانه ممكن يعرف يفسره، وجريجور فعلا بيروح له عشان يسأله وبيوري له رسمة شبه الوشم وبيتفق معاه انه هيفسر له الوشم بس بشرط انه يفتح له القفص ويهربه. بس في الوقت ده في حراس بيشوفوه وجريجور بيمشي، وتاني يوم بيحكموا على ميرنر بالموت، بس وهما بيعدموه بيلاحظوا ان في قراصنة داخلين عليهم وبيأجلوا حكم الاعدام. والقراصنة اللي كانوا جايين كان معاهم طيارة وسفن واسلحة حديثة جدا، والقراصنة بيضربوا عليهم وبيموتوا عدد كبير جدا من الناس. وفي نص المعركة في واحد من القراصنة بيقع من الطيارة على قفص ميرنر وبيموت، وبياخد منه سكينة وبيحاول يفتح بيها القفص. وفي الوقت ده هيلين وإينولا بيحاولوا يلحقوا جريجور بعد ما فتح الباراشوت وهرب بيه وسابهم، وبيفضل يتأسف لهم انه عمل كده وهرب لوحده وسابهم، وما بقاش قدامهم حد يساعدهم غير ميرنر وشافوه وهو بيغرق. وساعتها هيلين بترد عليه انها تنقذه بشرط انه يساعدها هي وإينولا، وفعلا بيوافق وبتنقذه، وبيواجه القراصنة وبيحاول يحرر المركب بتاعه، وبعد مطاردة بيعرف ياخد معاه هيلين وإينولا، وقائد القراصنة بيشوفه وهو بيهرب وبيأمر رجالته يطاردوه، وهيلين بتتولى قيادة المركب عشان ميرنر يفضل القراصنة، وبيضرب سهم على مركب عليه رشاش وبيغير الاتجاه بتاعه وبيضرب القراصنة لحد ما المركب بتاعة القائد بتنفجر، بس بينط من المركب وما بيموتش. وبيروح القائد يستجوب أهل المنطقة عشان يعرف إينولا فين عشان يوصلوا للوشم اللي فيه خريطة الأرض، وبيعرف إنها ركبت مركب ميرنر اللي عنده خياشيم. وبعدها ميرنر قال لهيلين إنه يعرف مكان الأرض اليابسة دي، بس للأسف لازم يتخلصوا من إينولا عشان الحمل زاد على المركب وبينهاروا والقراصنة بيطاردوهم، بس هيلين بترفض وبتسلم له نفسها على أمل إنها تقنعه إنه ما يرميش إينولا، لكنه بيرفض وبيضربها عشان حاولت تهاجمه. وفي الوقت ده قائد القراصنة بيوفر الوقود اللي عنده عشان لما يطاردوا إينولا. بعدها بنشوف ميرنر وهو متعصب على إينولا لما بيلاقيها بتكتب على المركب بتاعه، ولما بتتكلم معاه بيتعصب وبيرميها في المية، وبتنط وراها هيلين لأنها ما بتعرفش تعوم. وبعدها ميرنر بيسحبهم للمركب تاني، وبيتفاجئوا بهجوم طيارة تبع القراصنة وبيضربوا عليهم نار، وهيلين بتضربهم بسهم مربوط بحبل بيخلي الطيارة تدور حوالين المركب، بس الطيارة بتفلت في الآخر وبتمشي، وهيلين بتعتذر عشان اتصرفت من دماغها، بس ميرنر بيعاقبها وبيقصلها شعرها. وبعدها بيشوف إينولا بترسم على المركب تاني وبيقصلها هي كمان شعرها، وبيشوفوا في الطريق مركب وبيقفوا له يمكن يلاقوا معاه أكل، وصاحب المركب ده ما كانش معاه أكل لكن كان معاه أوراق، وبياخد ميرنر الورق ده لأنه شيء نادر في زمانهم مقابل إنه يسيب له هيلين نص ساعة. بس بعدها بيحس بالذنب وبيرجع في كلامه، وده بيعصب الراجل وبيتهجم عليه، والمعركة بتنتهي وميرنر بيقتله. بعدها هيلين بتطلب من ميرنر يتصرف في أكل عشان جعانين، وبياخد سهم وبينزل المايه عشان يصطاد أي حاجة ياكلوها.
بس بيتعرض لهجوم من كائن بحري كبير جدا، بس ميرنر بيخلص عليه بسهولة وبيجيب لهيلين وإينولا أكل. وإينولا بتلاحظ رجل ميرنر غريبة وبتقول له إن كان نفسها رجلها تبقى كده عشان تعرف تعوم زيه. وبالليل ميرنر وهيلين بيكونوا قاعدين يتكلموا وبتديله ورقة هدية فيها رسمة لإينولا، وساعتها بيتعاطف معاها وبيسيب لها قلم ترسم بيه. بعدها هيلين بتسأله عن شكل الأرض اليابسة عاملة إزاي، وقال لها هتشوفي بنفسك. وبيكتشف إن إينولا رسمتهم هما التلاتة ماسكين إيدين بعض، وبياخد إينولا على ظهره وبيعلمها السباحة زي ما كانت بتتمنى، وبيفرجها على شكل البحر من تحت. وبعدها وهما في الطريق بيشوفوا مركب جاية من بعيد وبيفكروهم ناس عاديين، بس بيطلعوا القراصنة ومعاهم القائد بتاعهم وبيهجموا على المركب بتاعت ميرنر، بس بيقدر يتحرك بالمركب وبيوقفهم في المية بالشبك. وساعتها بيتعصب القائد وبيضرب عليه نار وبيصيبه. وبتبكي هيلين لما ميرنر بيقول لها ان وجود الارض ده مجرد كلام اسطوري ومش حقيقي، وان ما بقاش في ارض يابسه خلاص، لانه لف البحر كلها وما لقاش اي ارض يابسه. وبياخدها عند بيت صغير صنعه وبيوريها الارض الوحيده اللي شافها، وبتطلع مدينه كامله كبيره جدا، بس في اعماق البحر مش ارض يابسه زي ما بتتمنى. وبرغم جمال المدينه لكنها في الاول وفي الاخر تحت الميه وما ينفعش حد يعيش فيها. ولما بيرجعوا بيتفاجئوا لما القراصنه بيسيطروا على المركب بتاعتهم، وكمان ما بيلاقوش إينولا على المركب. والقائد بيقول لهم لا تقولوا مكان الارض فين لا يقتلهم. وبتسمع إينولا التهديد وبتخاف يقتلهم فعلا وبتخرج على طول. وساعتها القراصنة بينشغلوا بتفسير الوشم اللي على ظهر إينولا، وميرنر بيهرب وبياخد هيلين معاه تحت المية. والقراصنة بياخدوا معاهم إينولا في المنطقة بتاعتهم، والقائد بيحاول يعرف منها تفسير الوشم عشان يعرف مكان الأرض، وبيفضل يهددها بس إينولا ما بتردش عليه. وبعدها بنشوف ميرنر وهيلين وهم قاعدين على المركب بعد ما القراصنة حرقوها، وبتقول له إنها مفتقدة إينولا جدا وخايفة عليها. وفجأة بيبصوا للسما بيلاقوا جريجور اللي هرب منهم بالباراشوت وعرف مكانهم بسبب حريق مركب ميرنر. وجريجور بياخدهم معاه وبيروحوا لسفينة فيها بقية أهالي المستعمرة، وكانوا مختلفين في قرار إنقاذ إينولا من القراصنة، بس ميرنر كان مصمم ينقذ إينولا، وفعلا بيروح لوحده عند القراصنة عشان ينقذها. وفي الوقت ده كانوا عايزين يقطعوا جزء من ظهرها عشان يدرسوا الوشم اللي عليه. ولما بيوصل بيلاقي القراصنة كلهم بيهتفوا ضد القائد بتاعهم بسبب قلة الأكل وإن عيشتهم صعبة. وساعتها القائد بيرمي لهم أكل عشان يهدوا وبيفضلوا يتخانقوا عليه، بس برضه بيكونوا غضبانين جدا من القائد بسبب إنه وعدهم إنهم هيوصلوا للأرض اليابسة. وساعتها ميرنر بيستغل إن كلهم مشغولين بالخطبة اللي القائد بيقولها وبيبدأ يدخل جوه ويقتل فيهم. والقائد بيطلع الطفلة إينولا قدام الناس عشان يثبت لهم ان الطريق للارض اليابسة موجود، وبيوري لهم الخريطة اللي على ظهرها. وساعتها بيتحمسوا تاني والامل بيرجع لهم وبيشغلوا السفينة بتاعتهم. وفي الوقت ده ميرنر بيظهر قدام قائد القراصنة وبيقول له سيب إينولا، ولما القائد بيرفض بيهدده انه هيحرق السفينة كلها، بس القائد بيقول له انه مش هيقدر يعمل كده. وساعتها ميرنر بينفذ التهديد فعلا وبيحرق السفينة وبيهرب منهم وبيفضل يقتل فيهم بالسلاح. وساعتها قائد القراصنة بياخد معاه إينولا وبيهرب بيها بالطيارة، بس ميرنر بيضرب سهم في الطيارة وبيتشعلق فيه لحد ما بيوصل لهم، وبيربط حبل تاني في الطيارة عشان تقف، وفعلا بيوصل لإينولا وبيحضنها. بس للأسف السفينة كانت بتتحرق بالكامل ومش عارفين يعملوا ايه. بس فجأة بينزل لهم حبل من السما وبيكون هيلين وجريجور بينقذوهم، بس القرصان بيتشعلق معاهم في الحبل وبيمسك رجل إينولا، وساعتها هيلين بتضربه على دماغه وبيقع في المية. وفي الوقت ده سفينة القراصنة كانت غرقت بالكامل، بس فجأة قائد القراصنة بيطلع من المية وبيضرب نار على حبل الباراشوت، وإينولا بتقع في المية والقراصنة كانوا هياخدوها تاني، بس ميرنر بيربط نفسه بحبل وبيسحب إينولا تاني بذكاء، والقراصنة والقائد بيخبطوا في بعض وبيموتوا منفجرين. وهيلين بتسحب ميرنر وإينولا تاني، وجريجور أخيرا بينجح في تفسير خريطة إينولا وبيعرف طريق الأرض. وفي الطريق ميرنر بيلاحظ طائر أول مرة يشوفه، وبيبص فجأة بيشوف الأرض اللي بيحلموا يوصلوا لها من زمان، وبينزلوا على الأرض وبيبقوا مش مصدقين نفسهم. وكمان بيلاقوا مية صالحة للشرب، وبيلاقوا بيت وبيدخلوا بيلاقوا فيه هياكل عظمية وبيدفنوها، وبيلاقوا أوراق كتيرة جدا فيها نفس الرسمة اللي على ظهر إينولا. ولما إينولا بتدخل بتشغل صندوق الموسيقى وبتقول إن ده بيتها، بس في الوقت ده ميرنر ما كانش مرتاح في الأرض اليابسة، وكان مستغرب من المكان والحيوانات اللي عليه، وبيقول لإينولا إنه بيحبها فعلا لكن لازم يسيب المكان ده لأنه مش مكانه. وبتفضل تتحايل عليه يفضل معاهم بس هو بيكون مقرر إنه يمشي، وبتسيب له إينولا صندوق الموسيقى بتاعها وبتمشي وهي بتعيط. وبيودع هيلين وبياخد المركب وبيرجع للبحر تاني، وهيلين وإينولا بصين عليه من فوق وبيودعوه وبيخلص الفيلم.